بصوا النهارده هتكلم عن ماتش برشلونه والانتر ميلان. في حاجات كده هتكلم فيها بخصوص الزمالك ومدرب الزمالك الجديد والقصه دي. بس انا بقى معايا زوز، ده حبيب قلبي وابني حبيبي، بيشجع الزمالك وانا بشجع الاهلي، وهو بيشجع ريال مدريد وانا بشجع برشلونه. بس هو قال لي كلمه بعد ما قلت له ايه رايك في الماتش، قال لي كلمه انا حبيت ايه هو يقولها لكم. اللعيب هنا في مصر بيطلب يجي 90 او 80 مليون جنيه، بس هو اصلا مش يسوى غير 2000 جنيه على بعض. ايوه صح، دي حقيقه والله. طب انت شفت اللعب امبارح كان عامل ازاي؟ اللعب امبارح كان غير خالص، الدوري المصري كان مختلف بلاي ستيشن خالص، كده. يعني زي البلاي ستيشن. اكتر لاعب عجبك امبارح؟ لامين يامال وسمر. ايه اكتر واحد تحس ان هو عمل فرق في الماتش؟ اعتقد سمر. سمر صح. سمر ده لامين يامال لما شاط عليه كان ممكن يتعادلوا. صح كده. مم. طب انت بقى شايف ان انت بعد ما اتفرجت على الماتشات اللي زي دي، الماتشات الاوروبيه، وانا عارف ان انت بدات تقول لي ان انت مش عايز تشجع الزمالك وعايز تركز على ريال مدريد وكده، شايف انت بتتفرج على الماتشات اللي هي الاوروبيه والحاجات دي، مش نفسك رايح الدوري المصري؟ ايه ده؟ دي حاجه تانية خالص. صح كده. خالص. حبيبي يا زوز، اقسم بالله انا قلت لي في الفيديو ده، اقسم بالله. شكرا يا حميدو، بقى هطلع انا اتكل على الله. معلش بقى يا جماعه، انا قطعت الحته ديت، زيزو طلع بره. الفكره بقى ده اللي انا بعد الماتش بتاع برشلونه، فعلا زياد لما اتكلم معايا في النقطه دي حسيت فعلا في اختلاف. الماتش فعلا خلص بالنسبه لي، خلص في الجون الثالث بتاع برشلونه. انا قلت خلاص، انا كتالوني بحب برشلونه، تمام. فقلت خلاص الماتش خلص والدنيا تمام، الاقي الجون دخل في الدقيقه، ايه يا جدعان في الدقيقه 90 ولا بعد 90 كمان؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ولقيت ما اعرفش حصل احباط في الشوط الاول والشوط الثاني اضافي لفرقه برشلونه، ما اعرفش ده ايه. ده كان اختلاف رهيب جدا، ما تفهمش ايه القصه في ايه. بس الماتش كله زي ما زيد بيقول كده يا جدعان، يعني لعيب مصري ايه اللي يجي يقول لي انا عايز 90 مليون ولا 40 مليون ولا 50 مليون؟ انت بتعمل ايه اصلا؟ وبعدين احنا ما عندناش كوره يا جدعان. فبعد الماتش ده انا عايز اوصل رساله لكل حد مسؤول عن الكوره المصريه عندنا هنا، من اول اكبر راس لحد اصغر راس. يا جماعه بعد اذنكم، عايزين اللعبه اللي كانت بتتلعب امبارح دي بجد، التصوير، التحكيم، الملعب، التنظيم، الجمهور، الاجوان، الاثاره. يا جماعه الماتش امبارح غير مودي. يعني انتوا متخيلين الوضع؟ انا بشجع برشلونه وطالع من الماتش خسران، بس انا مبسوط. فيا جماعه الكوره بجد بتخلي الواحد موده، حتى لو الدنيا مضغوط عليه في حياته وكل حاجه، الماتش يخلي مودك يتغير عامه من الاول لاخره. مدرب الزمالك الجديد زي ما اتقال في الساحه ايمن رمادي. ايمن رمادي يا جماعه، ايه المفاجاه الكبرى ليكوا؟ ان هو اهلاوي. دي الفكره ان انا عايز اطلع اقولها، هو اهلاوي، تمام. بس انا فرحان بكده. بلس كمان ان هو كمان جاب حد اسمه بيبو، كان عايز يكون معاه في الجهاز الفني، بس مجلس اداره نادي الزمالك رفض، لان طبعا كلمه بيبو دي بتعمل قلق في الزمالك شويه يعني. فهو الفكره كلها ان ايمن رمادي، انا من ضمن الناس اللي المفاجاه ممكن اقولها لكم ان انا هدعمه، لان انا بحبه جدا، انسان محترم، بيفهم كوره، مدرب. لما اجي العبه انا كاهلي، اجي العبه مدرب رخم بجد. بلس كمان بقى، لو هو اول ماتش هيكون هو مدرب للزمالك، اول ماتش هيلاعبه هيكون اللاعب مين بقى؟ فريق اللي هو كان بيدربه قبل كده، اللي هو نادي سيراميكا. فاعتقد هيبقى ماتش فيه كلام كتير فني، واعتقد يعني هيكون فيه اثاره، اعتقد يعني. فاعتقد الماتش ان شاء الله هيبقى حلو. انت مالك يا حميدو ميال للزمالك ليه شويه؟ عايز اقول لك ان انا بدات احس ان انا الزمالك لازم اسنده واديله حته كده من ورا، اشجعه، لان اي فوز الزمالك الفتره الجايه ده بمصلحه ليا. خد بالك، لان هو لو فاز الماتشات الجايه دي كلها، تمام، هيجي يوصل على ماتش، لو فاز على ماتش سيراميكا هيجي يوصل على ماتش بيراميدز، هيكون عنده دافع ان هو يفوز على بيراميدز. فانا مصلحتي ان الزمالك يفوز الماتش ده وماتش بيراميدز كمان. النقطه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها من غير ما اقول اسمه، ده واحد ماسك منصب كويس جدا في بيراميدز، فطلع بيقول لك ايه بقى؟ بيراميدز لو خد الدوري وخد كاس مصر وخد دوري ابطال افريقيا، هيبقى اول نادي في مصر خد الثلاثيه. مفيش يا باشا الكلام ده الكلام ده عندك انت في العالم بتاعك انت مع بتاع بيراميدز، مفيش الكلام ده خالص. النادي الاهلي واخد 3 مرات ثلاثيه في مصر، تمام، وفي افريقيا. بلس كمان ان هو مش عمل ثلاثيه بس، ده عمل خماسيه مرتين. فانا مش عارف التصريح ده طالع من واحد المفروض مسؤول في بيراميدز، المفروض يكون عارف الارقام وعارف التاريخ، بس لا تعليق. رقم ضحك.